is waiting for you. If you are ready to work for it, to sacrifice for it, to breathe it, to live for it. Every step you take must be with intention and directed towards your goal. When you will understand that, you will be able to work with everything inside you with passion, drive, and power. من المغرب حاصلة على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس من عام 2022. تهانينا الحارة لها. الفئة التالية من مكرمين هي الرياضي العربي، وقد فاز بالجائزة خديجة مرضي من المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم في الملاكمة 2023 وذهبية بطولة أفريقيا 2022، وهي المصنفة رقم 1 عالميا في الوزن الذي يتعدى 81 كيلوغرام. الفئة التالية حضور الكريم هي جائزة الحكم العربي، فازت بها بشرى كربوب من المغرب، وذلك لكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2023 وضمن طاقم حكام نهائي كأس أفريقيا للرجال 2021، كما قادت نهائي كأس العرش المغربي للرجال في 2023. تهانينا لها. الفئة التالية هي جائزة الإنجازات الرياضية المستدامة، فاز بها سفيان البقالي من المغرب لاستدامة إنجازاته ووصول نتائجه إلى مستويات أعلى في سباق 3000 متر موانع، حيث حصل على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست 2023 وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المصنف رقم 1 عالميا في السباق. وإلى الجائزة التالية جائزة الفريق العربي، فاز بها المنتخب المغربي لكرة القدم، يتسلم الجائزة السيد طارق نجم الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجاء الفوز لكونه أول منتخب عربي وإفريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم، أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، وأول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وأكثر المنتخبات ديما 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 مغرب في القمة علي والراية المغربية، نية 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 دينها بالنية قبلوها بالنية، هذه فرحة عالمية. بونو 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 مول الضحكة، حبتو مش عادية، عربي حر بالنية، علي علي علي